اولا نرحب بكم الجماهير الليبيه في المناسبه السعيده في الليله المباركه هذه بكره اول يوم رمضان. طبعا انا فهمتهم قلت لهم ماذا بكم تخالفوا السعوديه بالضبط، يخالفوهم. اذا كان هو وضوء بيصيم احنا نصيموا بعد بكره، اذا كان هم بيصيموا بعد بكره احنا نصيموا بكره. لازم نخالفوهم، لازم يكون عندنا يوم واحد لان احنا ثوريين عرب. لازم احنا وين ما يصوم السعوديه الملك بتاعهم الولي العهد يقول لهم بكره صيموا احنا نصيموا بعد بكره، لازم نخالفوهم. من يبدا واحد بكره واحد يقول لي ناخذ على السعوديه، ما تاخذش عليها، لازم تاخذ على رايي ليه بالضبط. يا قذافي انت تصوم صوم زيي، فهمت يا كلب انت اللي مقعد غادي شكله مش عاجبك الكلام. لا سر جد غادي. انا اليوم دايركم اجتماع عشان ادرس عليكم وعرفكم انتم كلاب في النهايه، حتسمعوا كلامي حتسمعوا كلامي. انكم كلاب خساره فيكم ال 200 جنيه هذه ناخذ التعيينات كلابي قوده. المفروض معاشكم ما يقلش عليه كل واحد المفروض 100 دينار. يشوف المفروض شهر رمضان هذا شهر تقوى، شهر عباده، تعبد الله عز وجل. من المساجد المفروض تتعبى. باش تبدوا تتكلموا علي نسمع فيكم مره واحد يعمس ولا حاجه، بالك تدور تحت ما توصلنيش انا. راهو انا بنقول لكم من تو واحد يدوي علي قص رقبته بعد رمضان. ادور رمضانك شهر عباده ممكن يصيركم فيه، لكن بعد رمضان في صدق قص رقاب انت ويا كلب. القذافي سهل، القذافي متساهل، سوي وريه لكم القذافي. بعد شهر رمضان تسوي لكم كلابهم. وثاني حاجه المناسبة السعيدة الحقيقة، يعني هي حقيقة ممكن ما تكونش حقيقة، يعني احنا نرحبوا بها حقيقة. يعني احنا نقول للمرأة الليبية، المرأة الليبية تعبانة في الكوجينة. يا حيوان انت، يا اللي انت ركابك تستنى في الفطور من بكره اي مواطنه ليبيه يا ست، انت ما دام ست بيت ليبيه قعمزي في الدار وخلي راسك الجبان اللي هو اللي يدير البريق يدير البراك وهو اللي يخرج الكوجينه، لانه حيوان ما يستاهلش، كلب منحط جبان. اي المراه الليبيه قعمزي في حوشك وقعمزي يتفرج على التلفزيون وخليه الكلب الطعن هو اللي يطلب الفطور. بسطميه بالله اخو ولدي بالله بسطميه. المية ما خليتوهاش، مية النهر تنظفوها في الشوارع، كلاب تغسلوها في السيارات، تقرب بيكم وساخ. والحاجة الثالثة بنقول لكم عليها، أي واحد يعبي بطنه، مفروض أي واحد من بكرة بنوزع عمار، أي واحد بطنه تتعبى ويطلع برا فطور بطنه معبية. في ناس كلفناهم عندهم مماس يبق بطن أي واحد بطنه معبية، يبق على بقان خليه يفتح أو شارع الزاوية والدكاترة يخدموا. خيطوه ولا حتى يخلوه مره واحده يديروا له فيها شويه طنطوره ولا شيء يسموه فيها وخليه يرتاح في الشوارع بطنه مفتوحه حيوان. والحاجه الثانيه ممكن عليها حتى مهمه. اي واحد نسمع في شهر رمضان لازم اسمع، يعني شهر رمضان كثر التسبيح وكثر ذكر الله. مرات نسمع واحد يتمتم ولا حاجه بنشك فيه، تمتم في سرك ما نبيش نسمعك تمتم لان نشك فيك. شنو تقول كلام تقول فيه نشك فيك، تمتم في سرك ما فيش داعي نسمع شواربك يتحركوا، لان شواربك ممكن تسب فيا انت، ممكن تهين فيا. انت عارفك انت عن نفسك مهان، انت جبان لك ما نبيش نسمع اي واحد يهيني. انت مهان وانت جبان لاني عينك بلادكم طايح فيك انا. والحاجه الاخيره نبه فيها، راهو النفط والله ما ضايقينه، والله ما ضايقينه ولكن ماسين. النفط هذا الصغار يبرطعوا فيه ويلعبوا فيه ويقروا به ويبرطعوا اللي يقطوا فريق يصبر. لكن انت اللي ماك ضايقه تشبح له بعيونك ماك ضايقه وكانت تموت. ما تقول ليش انت مقامز التالي انك جبان لانك نهان والله ماك ضايقه. هذه حلفه انا حلفتها خلاص 38 سنه والله لمن ربكم. وزين تو اللي قاعمزين كلكم ادعوا لي ليه؟ يا رب زيد عمر قايدنا، يا رب طول عمره، يا رب طول عمره وسيق الصدر قبينا، يا رب طول في عمره. يقول عز تو زي ما يقول فيها الشيوخ في الشوارع، يا رب طول عمره وخليه حافظ على رقابينا. المفروض مرأة ليبية تدعي هيك مع رجلها يتقعمزوا بالفطور بعد بتصلي المغرب يتقعمزوا تقول يا رب طول عمر قايدنا. والسلام عليكم.